عمرك مرة سألت نفسك ليه الفلوس بتتبخر من إيدك قبل نص الشهر، في حين إن الأغنياء فلوسهم بتزيد يوم عن يوم كأنهم معاهم سر؟ السر ده مش حظ ولا ظروف، دي القوانين قديمة ومحددة اكتشفها البابليون من آلاف السنين. قوانين للفلوس ثابتة وما بتتغيرش أبدا زي قانون الجاذبية بالظبط. في كتاب أغنى رجل في بابل بنكتشف إن الفلوس مش مجرد ورق بنشتري بيه حاجات، لأ دي أداة قوية جدا بتفتح لك أبواب الكرامة والحرية المالية. تخيل معايا بنسير صانع العجلات البابلي قاعد محبط جنب سور القصر الملكي وشايف الذهب بيجري في إيد الأغنياء بينما محفظته فاضية وورشته مفيهاش شغل. بنسير كان بيشتغل بجد واجتهاد زي ما أغلبنا بيعمل كل يوم، لكنه كان ناقصه أهم حاجة، وهي الحكمة المالية اللي بتعرفك إزاي تدير فلوسك صح. مدينة بابل ما بقتش أغنى مدينة في التاريخ بالصدفة، لكن عشان أهلها فهموا إن الثروة ليها قوانين، واللي بيمشي عليها بيوصل واللي بيتجاهلها بيفضل مكانه. النهاردة إحنا هناخد القوانين الخالدة دي وهنحولها لخطوات عملية بسيطة عشان نخرج من سجن الديون والالتزامات ونوصل لسعة الحرية المالية اللي كلنا بنحلم بيها. القاعدة الذهبية الأولى والأهم على الإطلاق هي: ابدأ بتسمين محفظتك، أو زي ما بنسميه في العصر الحديث قانون ال10% اللي لازم تطبقه. القانون ده بيقول بمنتهى الصرامة إن جزء من كل ما تكسبه هو ملك لك لتدخره، والجزء ده لازم ما يقلش أبداً عن عشر دخلك مهما حصل. الخطوة الأولى عشان تبقى غني مش إنك تزود مرتبك، لأ، الخطوة الأولى هي إنك تغير نفسيتك وطريقة تعاملك مع الفلوس اللي بتجيلك كل شهر. التحليل الاستراتيجي هنا هو مبدأ ادفع لنفسك أولاً، يعني قبل ما تدفع الإيجار والفواتير والأقساط لازم تقتطع الجزء بتاعك الأول، ده حق مستقبلك عليك. الجزء اللي بتقتطعه ده مش مجرد تحويش سلبي تحت البلاطة، لأ، دي البذرة اللي هتزرع بيها شجرة ثروتك واللي هتستظل بظلها في المستقبل بإذن الله. لو ما زرعتش البذرة الصغيرة دي النهاردة، صدقني مش هتلاقي أي ظل يحميك من شمس الفقر والمشاكل المالية اللي ممكن تقابلك في أي وقت من الأوقات. في ظل التضخم وغلاء الأسعار اللي احنا عايشين فيه، القانون ده ما بقاش رفاهية، ده بقى ضرورة حتمية عشان تقدر تحافظ على قوتك الشرائية وتأمن مستقبلك. يعني لو مرتبك 10,000 جنيه، لازم من أول يوم تقنع نفسك وتبرمج عقلك إن مرتبك الحقيقي هو 9,000 جنيه بس، وتعيش على الأساس ده. ال1000 جنيه اللي باقية دي مش فلوس زيادة ممكن تصرفها، دي مش بتاعتك أصلا، دي حق مستقبلك عليك، أو ضريبة إجبارية بتدفعها عشان تشتري حريتك. طب ليه أغلبنا بيفشل في تطبيق القاعدة البسيطة دي؟ لأننا للأسف بنقع في فخ اسمه الإنفاق الاجتماعي. بنشتري حاجات مش محتاجينها عشان نبهر ناس حوالينا، بنغير الموبايل عشان نجيب أحدث موديل، أو بنشتري لبس غالي عشان نظهر بمظهر معين، وكل ده بيجي على حساب أماننا المالي ومستقبلنا اللي بنبنيه. عشان تنجح لازم تعمل خطوات عملية وواضحة. أول خطوة هي إنك تفعل خاصية الاستقطاع التلقائي من حسابك البنكي أول ما المرتب ينزل مباشرة. الخطوة التانية إنك تفصل مبلغ 10% ده في حساب استثماري منفصل تماماً، حساب ما تقدرش تسحب منه بسهولة وما يكونش ليه كارت سحب آلي. اعتبر المبلغ ده ضريبة بتدفعها للحرية، زي ما بتدفع ضريبة للدولة. ادفع ضريبة لمستقبلك عشان تضمن إنك هتعيش بكرامة وحرية ومش هتكون محتاج لحد. ودلوقتي نيجي للقاعدة التانية، وهي السيطرة على النفقات، أو زي ما سماها البابليون تحطيم قانون باركنسون المالي، اللي بيخلي الناس في سباق فئران أبدي. ليه أغلب الناس مهما مرتباتهم زادت بيفضلوا يشتكوا من الفلوس؟ لأن في قانون بابلي مرعب بيقول إن النفقات الضرورية ستنمو دائما لتساوي دخلك ما لم تعترض. يعني لو مرتبك زاد 1000 جنيه، هتلاقي مصاريف جديدة ظهرت لك بنفس القيمة بالظبط، وهتفضل محبوس في نفس الدايرة وما بتحققش أي تقدم مالي حقيقي. الجانب النفسي للموضوع ده خطير جدا، لأننا بنستخدم الإنفاق العاطفي كطريقة نهرب بيها من ضغوط الشغل والحياة. بنكافئ نفسنا على تعبنا بحاجات استهلاكية. بنقول لنفسنا: أنا تعبت في الشغل الشهر ده ولازم أكافئ نفسي بموبايل جديد أو أخرج خروجة غالية، والنتيجة إننا بنفضل عبيد لنفس الشغل ده للأبد. لازم تقعد مع نفسك بصراحة تامة وتفرق بين الرغبة والاحتياج. هل شراء أحدث موبايل في السوق رغبة عاطفية أهم من تأمين أصل مالي يحميك؟
الأصل المالي ده ممكن يكون أسهم حلال في شركة قوية، أو جزء من عقار، أو حتى ذهب، حاجة بتحميك من تقلبات الاقتصاد وتحافظ على قيمة فلوسك. الخطوة العملية عشان تكسر القانون ده هي إنك تعمل ميزانية شهرية صارمة. امسك ورقة وقلم واكتب كل مصاريفك، واشطب الرغبات التافهة اللي بتسرق فلوسك. الرغبات دي هي الحاجات اللي مش بتضيف أي قيمة حقيقية لحياتك، وبتكون مجرد إشباع لحظي لرغبة معينة، وبعدها بترجع لنفس المشكلة المالية من تاني. تذكر دايما إن 90% الباقية من مرتبك المفروض تغطي كل احتياجاتك الأساسية وكمان رفاهيتك المعقولة، لكن ال10% دي خط أحمر. أنا ميدو، وبقضي وقت طويل جدا بدرس المال والاستثمار والاقتصاد عشان أساعدك توصل للحرية المالية. لو المواضيع دي بتفيدك وبتضيف لك قيمة، اشترك في القناة واعمل لايك. دلوقتي نيجي للقاعدة الثالثة، وهي مضاعفة الذهب، أو زي ما سماها البابليون، تكوين جيش من العبيد الذهبيين اللي بيشتغلوا عشانك ليل نهار بدون توقف. الفلوس اللي متشالة في البيت أو في حساب بنكي عادي هي فلوس ميتة، قيمتها بتقل مع الوقت بسبب التضخم. الفلوس لازم تتحرك وتشتغل عشان تتكاثر. أركاد، أغنى رجل في بابل، شرح الفكرة دي بعبقرية. قال إن كل عملة ذهبية تدخرها هي عبد يعمل لحسابك، وأرباحها هم أطفال هؤلاء العبيد. الأطفال دول كمان هيكبروا ويشتغلوا ويخلفوا، وهكذا هتلاقي نفسك بنيت جيش ضخم من الفلوس بيشتغل عشانك وبيجيب لك دخل حتى وانت نايم في بيتك. ده بالظبط هو سحر العائد المركب، إن أرباحك نفسها ترجع تستثمرها تاني عشان تجيب لك أرباح جديدة، ودي أقوى أداة لبناء الثروة على مر العصور. أركاد نفسه ما تعلمش الدرس ده بسهولة، هو فشل في الأول، لكن نجاحه الحقيقي بدأ لما استثمر أرباحه مع ألجار صانع الدروع في مشروع موافق للشريعة. الاستثمار ده حول فلوسه لتدفق مالي مستمر وما بيتوقفش، وده اللي نقله من مجرد شخص بيحوش لمستثمر حقيقي بيبني ثروة بتنمو مع الوقت بشكل كبير. الغلطة اللي بنعملها في عصرنا الحالي هي الاحتفاظ بالفلوس تحت البلاطة أو في حسابات بنكية ما بتديش عائد. ده يعتبر انتحار مالي في وجود التضخم. التضخم هو شبح بياكل قيمة فلوسك كل يوم وانت مش حاسس، والحل الوحيد عشان تحاربه هو إنك تخلي فلوسك تشتغل وتنمو بمعدل أسرع منه. لازم تبدأ تستثمر فلوسك في أصول حلال بتدر عليك دخل، زي إنك تشتري أسهم في شركات قوية وموافقة للشريعة، أو تستثمر في الذهب عشان تحفظ قيمة فلوسك. ممكن كمان تبدأ مشروعك الخاص حتى لو كان صغير في الأول، أو تشوف صناديق الاستثمار الإسلامية اللي بتدير الفلوس بطريقة شرعية وآمنة وتستثمر فيها. لما تبني الجيش الأول بتاعك من العبيد الذهبيين، هتبدأ تحس بمعنى الحرية المالية الحقيقية، وهتكتشف إن الثروة مش مرتبطة بكمية شغلك بل بذكاء استثمارك. وهنا نوصل للقاعدة الرابعة، وهي حماية الثروة من الضياع. بابل بتعلمنا إننا لا نستشير صانع الطوب في أمور الجواهر مهما كانت الإغراءات كبيرة. بمجرد ما فلوسك تبدأ تزيد، هيظهر لك ناس كتير من تجار الأحلام اللي هيوعدوك بالربح السريع والثراء الفاحش في وقت قليل جدا من غير أي مجهود. أركاد نفسه وقع في الغلطة دي في بداية حياته لما إدى كل مدخراته لواحد اسمه أزمور صانع الطوب عشان يسافر ويشتري له جواهر نادرة من الفينيقيين. أزمور رجع ومعاه شوية زجاج ملون وقال لأركاد إن دي جواهر نادرة، وطبعا أركاد خسر كل فلوسه اللي تعب فيها لأنه استشار شخص مش خبير. الحكمة اللي لازم نتعلمها من القصة دي هي إنك لو عايز نصيحة عن الجواهر لازم تروح لتاجر الجواهر مش لصانع الطوب. استشير أهل الخبرة. قبل ما تحط أي جنيه في أي استثمار لازم تسأل نفسك 3 أسئلة مهمة جدا، دي قائمة الفحص بتاعتك عشان تحمي ثروتك من المحتالين والمخاطر. السؤال الأول هو الأمان. هل أصل رأس المال اللي أنا بحطه ده مضمون بنسبة كبيرة ولا في مخاطرة عالية ممكن تضيع كل فلوس اللي تعبت فيها؟ السؤال الثاني هو الخبرة. هل الشخص أو الجهة اللي بستثمر معاها عندهم خبرة حقيقية ومثبتة في المجال ده تحديداً ولا هم مجرد هواة أو نصابين؟ السؤال الثالث هو المنطق. هل العوائد اللي بيوعدوني بيها دي منطقية ومعقولة ولا هي أرقام خيالية غالباً بتكون غطاء لعملية نصب واحتيال زي مخططات بونزي؟ بعد ما تحمي فلوسك وتستثمرها صح، بتيجي خطوة مهمة جدا وهي امتلاك منزلك الخاص. ودي كانت من أهم النصايح في بابل لتحقيق الاستقرار النفسي والمادي. امتلاك بيتك مش مجرد رفاهية، ده بيملأ قلبك بالثقة والأمان وبيقلل تكلفة المعيشة بتاعتك بشكل كبير جدا، وده بيحرر جزء أكبر من دخلك للاستثمار.
ودلوقتي نيجي لمشكلة بتواجه ناس كتير جدا، وهي الديون. وهنا بابل بتقدم لنا فلسفة عميقة جدا عن سيكولوجية الديون في قصة داباسير تاجر الجمال. الدين مش مجرد أرقام مكتوبة في كشف حسابك، الدين هو حالة نفسية بتقيدك وبتخليك تحس إنك عبد، بتسلب منك إحساسك بالحرية والكرامة الإنسانية. داباسير بيقول حكمة عظيمة: حيثما وجدت العزيمة وجد الطريق. الفرق بين الإنسان الحر والإنسان العبد مش في كمية الفلوس، الفرق في طريقة المواجهة. الإنسان اللي عنده روح العبد بيهرب من الديون، بيستخبى من اللي ليهم فلوس عنده، وبيقعد يلعن حظه وظروفه السيئة اللي وصلته للوضع الصعب ده. أما الإنسان اللي عنده روح الحر فبيقرر يواجه المشكلة، بيعمل خطة واضحة عشان يسدد ديونه، وبيروح يكلم الناس اللي ليهم فلوس عنده بكرامة وشجاعة. داباسير عمل خطة عبقرية عشان يسدد ديونه، وإحنا ممكن نطبقها في عصرنا الحديث. الخطة دي بتقسم دخلك ل3 أجزاء بنسب مختلفة وواضحة جدا. الجزء الأول هو 70% من دخلك، وده مخصص لمعيشتك الأساسية زي الأكل والشرب والإيجار والمواصلات، وما ينفعش تزود عن النسبة دي مليم واحد. الجزء الثاني هو 20% من دخلك، وده مخصص لسداد الديون بشكل دوري ومنتظم. لازم تواجه الناس وتقول لهم على خطتك، وهم هيحترموك على صراحتك. الجزء الثالث والمفاجئ هو 10%، وده لازم تدخره وتستثمره لنفسك. نعم، لازم تدخر حتى وانت مديون، وده أهم جزء في الخطة كلها. 10% دي هي اللي بترجع لك احترامك لذاتك، وهي اللي بتبعت رسالة لعقلك الباطن إنك ما بقتش عبد للديون، وإنك بدأت تبني مستقبلك. لما بتدخر الجزء ده بتكسر الحلقة المفرغة للفقر والديون، وبتبدأ رحلة بناء الثروة من جديد بروح أقوى وعزيمة أكبر من الأول بكتير. وفي النهاية نوصل للقانون السابع والأخير من قوانين بابل، وهو القانون اللي بيعتبر أساس كل الثروة والنجاح، وهو زيادة قدرتك على الكسب المستمر. الحكمة والمعرفة هم الثروة الحقيقية، لأن المحفظة المليانة بالذهب ممكن تضيع أو تتسرق، لكن العقل المليان بالحكمة يقدر يبني ثروة من أول وجديد. لازم تستثمر في نفسك قبل ما تستثمر في أي حاجة تانية. اتعلم مهارة جديدة، اقرأ كتب في مجالك، طور من نفسك في شغلك عشان قيمتك تزيد. الثروة في النهاية هي نتيجة ثانوية لزيادة قيمتك اللي بتقدمها للناس وللسوق. كل ما قيمتك زادت، كل ما دخلك زاد، وقدرتك على بناء الثروة زادت. تذكر دايما الحكمة البابلية الخالدة اللي بتقول: أفعالنا الحكيمة ترافقنا عبر الحياة لتسعدنا وتساعدنا، وأفعالنا الطائشة تلاحقنا لتعذبنا وتؤلمنا في كل وقت. دلوقتي الكورة في ملعبك انت. بعد ما عرفت قوانين بابل الخالدة للثروة، ايه أول قانون هتبدأ تطبقه في حياتك عشان تقتل روح العبد جواك؟ هل هتبدأ بتطبيق قانون 10% وتدفع لنفسك أولاً؟ ولا هتبدأ بخطة 20% عشان تسدد ديونك وتستعيد حريتك المالية من جديد؟ اكتب لنا في التعليقات ايه هي أول خطوة عملية هتاخدها بعد الفيديو ده، وما تنساش تشترك في القناة عشان تكون جزء من مجتمع الحكماء مالياً. ابدأ من النهاردة، لأن مدينة بابل العظيمة لم تبنى في يوم واحد، لكن بنائها بدأ بقرار واحد، قرار بالتغيير وبناء مستقبل مالي أفضل وأكثر استقراراً.